السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حالة بتتكرر كتير في الصيدلية، وهي العدوى المهبلية أو الالتهابات المهبلية. وهنعرف خلال الحلقة دي أعراضها وأسبابها، وكمان إيه هي طرق علاجها. وياريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا متنساش تدعمنا وتدوس لايك، تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. العدوى المهبلية أو التهابات المهبل عبارة عن عدوى بكتيرية أو فطرية بتصيب مهبل المرأة، وبتسبب التهابات وتقرحات في الجدار الداخلي للمهبل. وصعب جدا العدوى دي تحصل للبنات قبل سن البلوغ. وأهم الميكروبات اللي بتسبب العدوى المهبلية هي فطر الكانديدا والتراكوموناس فاجيناليز والجاردنيلا فاجيناليز، وهنعرف الفرق بينهم لما نتكلم عن الأعراض. طيب إيه هي أهم الأسباب أو العوامل اللي بتزود من فرص الإصابة بالالتهابات المهبلية؟ أول حاجة قلة النظافة العامة للجسم، أو تعاطي بعض الأدوية بكثرة زي المضادات الحيوية وموانع الحمل. كمان سوء التغذية، وبرضه قلة النوم أو حصول قلق خلال النوم، وكمان هيزيد عندها لو هي مصابة بمرض السكر. وبرضه استخدام ملابس داخلية من النايلون أو السيليكون بدل القطن، وبتزيد فرص الإصابة لو في جروح أو خدوش في الجدار الداخلي للمهبل. كمان عدم تجفيف الأعضاء التناسلية بعد التشطيف، أو التشطيف من ورا لقدام، بمعنى إنها بتغسل فتحة الشرج وبعد كده فتحة المهبل، وده غلط والمفروض العكس. نروح بقى لأعراض التهاب المهبل. وطبعا الأعراض بتختلف على حسب نوع الميكروب اللي السيدة مصابة بيه. يعني مثلا لو هي مصابة بالكانديدا فالحالة دي عدوى فطرية، وأول عرض هتشتكي منه هيكون عندها حكة شديدة أو رغبة في الهرش. كمان هتشتكي من إفرازات بيضة شبه اللبن أو الجبنة. برضه هيكون مصحوب معاها حرقان في البول وألم أثناء الجماع. وخد بالك إن الإفرازات دي ما بيكونش ليها ريحة، وممكن في بعض الحالات تلاحظ احمرار أو تسلخ أعلى الفخذين. أما بقى في حالة الإصابة بالتراكموناس فاجيناليس أو البكتيريا الفاجينوزس عموما، فالمريضة هتشتكي من حكة، بس الحكة هتكون بسيطة خالص. كمان الإفرازات هيكون لونها صفرة أو رمادية شفافة، وهيكون مصحوب معاها حرقان في البول وألم أثناء الجماع، لكن ده بيكون قليل. والإفرازات دي بيكون ليها ريحة كريهة جدا. وبكده هنعرف نفرق بينهم من خلال لون الإفرازات وهل ليها ريحة ولا لأ. هنبتدي أول حاجة بعلاج الكانديدا، وأول حاجة هنديها وهي سيستميك أنتي فانجل. وأشهر وأهم مادة بنستخدمها هي مادة الفلوكونازول بتركيز 150 مللي جرام، ودي هنلاقيها في أصناف زي الديفلوكان، فلوكورال، والفانجيكان. وخد بالك إن زوج المريضة هياخد العلاج ده بالذات، والجرعة بالنسبة للزوج هتكون كبسولة واحدة ولا تكرر. أما بالنسبة للزوجة فهتكون كبسولة الآن ثم كبسولة بعد أسبوع. تاني حاجة بنديها وهي لوكال أنتي فانجل، وفي الحالة دي هندي لبوس مهبلي وكريم مهبلي. بالنسبة للبوس المهبلي فأهم مادة بنستخدمها هي الميكونازول بتركيز 400 مللي جرام، ودي هنلاقيها في أصناف زي الجينوزول والجينودكتارين والمونوكيور. وجرعة أي واحدة فيهم هتكون لبوسة مهبلية مساء لمدة 3 أيام. أو ممكن تدي مادة التركونازول، ودي هتلاقيها في أصناف زي الجينوكونازول والفياتريزو والجينومونكس. وجرعة أي واحدة فيهم هتكون لبوسة مهبلية مساء لمدة 3 أيام. أو حتى تقدر تستخدم الأمريزول إن، وده بيحتوي على المترونيدازول والنستاتين، وده نقدر نستخدمه للاتنين، العدوى الفطرية أو العدوى البكتيرية. وبتكون جرعته لبوسة مهبلية مساء لمدة 10 أيام. تالت حاجة بنديها الفاجينال كريم، وده برضه ممكن تدي حاجة من مادة الميكونازول زي الجينودكتارين والجينوزول والبيوبوداك. أو ممكن تدي من مادة التريكونازول زي الجينوكونازول والجينومونكس والفياتريزو. وجرعة أي واحدة فيهم هتكون دهان داخل المهبل قبل النوم لمدة 7 أيام. رابع حاجة بنديها وهي فاجينال دوش، وده غسول مهبلي عشان يقلل من الحكة والالتهاب. وأهم الأنواع المستخدمة هي الجولد فاجينال دوش والريفاريست والبيتادين فاجينال دوش والستيال سوليوشن. أو حتى ممكن تدي أكياس زي الفاجيل باودر أو البيدالكين. وجرعة أي واحدة فيهم هتكون غطا أو 2 على لتر مية دافية، وبيتم تشطيف المهبل مرتين يوميا لحد ما تتحسن الأعراض. وبالنسبة للأكياس فبنحط كيس بدل الغطا. آخر حاجة بنديها وهي ستيرويد كريم، وده برضو عشان يقلل الالتهاب والهرش. وخد بالك إنه دهان خارجي مش داخلي. وأهم الأصناف المستخدمة هي الداكتا كورت والمايكوناز اتش والموني كورت. وجرعة أي واحدة فيهم هتكون دهان خارجي صباحا ومساء. وعشان نلخص علاج الكانديدا في روشتة،
فهندي أول حاجة فانجيكان 150 مللي جرام كبسول للزوج والزوجة، وجرعته هتكون كبسولة الآن ثم كبسولة بعد أسبوع. وهندي المونوكيور لبوس، وجرعته هتكون لبوسة مساء لمدة 3 أيام. تالت حاجة جينودكتارين فاجينال كريم، وده هيكون دهان مساء لمدة 7 أيام. ورابع حاجة الجولد فاجينال دوش، وده هيكون تشطيف مرتين يوميا. وآخر حاجة الدكتاكورت كريم، وده هيكون دهان خارجي صباحا ومساء. نروح بقى لعلاج التراكمونس وأي بكتيريا فاجينوزس. أول حاجة بنديها وهي سيستميك أنتي بروتوزوال أو مضاد طفيليات، زي مثلا مادة المترونيدازول، واللي بتكون موجودة في أصناف زي الفلاجيل والأمريزول والفلاجيكيور فورت، ودي بنوصفها للزوج والزوجة. وجرعة أي واحدة فيهم هتكون قرص كل 12 ساعة لمدة أسبوع. أو ممكن تدي مادة الاسكندازول، واللي بتكون موجودة في أصناف زي السيبازول فورت والأميبازول، ودي بتكون الجرعة قرصين مرة واحدة ولا تكرر. تاني حاجة بنديها وهي لوكال أنتي بروتوزوال، في الحالة دي بيكون لبوس مهبلي زي الأمريزول إن والمونوكيور إن اتش. وخد بالك برضو إن الاتنين دول ينفعوا للكانديدا. وجرعة الأمريزول هتكون لبوسة مهبلية مساء لمدة 10 أيام. أما المونوكيور إن اتش فجرعته هتكون لبوسة مهبلية مساء لمدة 6 أيام. تالت حاجة الفاجينال دوش، وده عشان يقلل من الالتهاب والحكة، زي الجولد والريفاريست والبيتادين والستيال، أو حتى الأكياس زي الفاجيل والبيدالكين. وجرعة أي واحدة هتكون تشطيف صباحا ومساء. آخر حاجة هنديها وهي الاسترويد كريم، وده عشان يقلل الالتهاب والهرش، زي الداكتاكورت والمايكوناز اتش والمونيكورت. وجرعة أي واحدة فيهم هتكون دهان خارجي صباحا ومساء. وعشان نلخص علاج الترايكوموناس أو البكتيريا الفاجينوزس في روشتة واحدة، هندي أول حاجة السيبازول فورت، وده للزوج والزوجة، وجرعة هتكون 2 قرص الآن ولا تكرر. وهندي الأمريزول إن البوس، وده جرعته هتكون لبوسة مهبلية مساء لمدة 10 أيام. وهندي الستيال سوليوشن، وجرعته هتكون تشطيف صباحا ومساء. وآخر حاجة الدكتاكورت كريم، وده دهان خارجي صباحا ومساء. في ملاحظات لازم تعرفها قبل ما انهي الحلقة. أول حاجة، لو المريضة دي فيرجن أو عذراء فما تديهاش غير السيستميك تريتمنت، يعني تديها الأقراص بس، وممنوع تماما تديها اللبوس أو الكريم أو التشطيف. تاني حاجة، لو المريضة دي حامل فما تديهاش غير اللوكال تريتمنت، يعني تديها اللبوس والكريم عادي، إنما الأقراص ممنوعة تماما. كمان بعض المصادر الطبية بتنصح حاليا بعدم استخدام الغسول المهبلي بكثرة، وده لأنه ممكن يزود الالتهاب، وبعض الناس اللي استخدموه بإفراط أثر عندهم على الخصوبة. رابع حاجة، لو المريضة بيتكرر عندها الالتهاب المهبلي فواجب إنها تعمل تحليل سكر تراكمي عشان تستبعد وجود مرض السكر. آخر حاجة، ما تنساش تأكد على الزوج إنه يستخدم الأقراص أو الكبسول مع الزوجة. ودمتم سالمين. وبكده نكون خلصنا الحلقة دي، وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيها. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا شير ليها عشان ناس تانية تقدر تستفاد منها. وفي النهاية، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.